صباح الخير. تجربة أول فلوج على القناة إن شاء الله الساعة 6 الصبح، 6:15 بالظبط الصبح. افتح النور شوية ينور الدنيا. آه، ده أول فلوج على القناة الساعة 6 الصبح، رايح الجيم إن شاء الله. أول مرة، مش أول مرة أنا أروح الجيم 6 الصبح. أنا كنت متعود إن أنا أصلا أروح الجيم بدري الصبح الساعة 5 وخمسة ونص و6. بس بقالي شهر موقف عشان خاطر شوية مشاغل كده. ان شاء الله هنبدأ النهاردة اول تمرينة في الشهر ده. انا كنت بتمرن الاول 4 ايام في الاسبوع، يومين ابر ويومين لور. بس الشهر ده غالبا هضطر اتمرن 3 ايام بس. فهاخد يوم ابر بودي ويوم لور بودي ويوم فول بودي. كده انت بتمرن العضلة مرتين في الاسبوع، فبتستفاد وبتوزع الحمل البدني بتاعك على ايام اكتر، فبتبقى الدنيا ألذ واحسن كتير. آه، ان شاء الله برضو النهارده في الفيديو هنسخن تسخينة كويسة. هوريك ازاي تسخن، ازاي توفر وقت عشان التسخين بتاعك. ازاي تسخن صح. لو عندك طقطقة في كتفك، والطقطقة دي مش مؤلمة شوية، فطريقة التسخين دي هتفيدك كتير ان الطقطقة تروح، لان دي كانت مشكلة عندي. ولما بدأت اعمل الموبيليتيز او اعمل التمارين المرونة اللي انا عملتها دي، وتمارين الحركة اللي انا عملتها دي في التسخين، الموضوع فرق معايا كتير جدا. واهم نصيحة، اهم نصيحة لو انت بقالك فترة ما بتتمرنش، او كنت بتتمرن وقطعت وهترجع تاني، فما تبدأش بنفس الاوزان اللي انت نهيت بيها اخر مرة. انا مثلا كنت مثلا بشيل في الشولدر بريس مثلا، او في التجميع بالكتف مثلا 50 كيلو. What the fuck are you saying? لما اجي ارجع هرجع بقى 50%، يمكن اقل كمان من 50% من الاوزان بتاعتي، عشان خاطر جسمي يبدأ يتعود على اللود الجديد اللي انا هحطه، لان هو بقاله فترة مريح وبقاله فترة مفيش لود عليه. فلما تبدأ ترجع بقوة قوي زي ما كنت خاتم، زي ما كنت ناهي التمارين بتاعتك، فده بيخليك عرضة اكتر انت تتصاب بالتهابات اوتار وتتصاب بمشاكل في المفاصل. طبعا الدنيا واضحة، الساعة 6 الصبح، واضح ان الشمس اصلا لسه ما طلعتش. ربنا يستر بس ونلاقي الايه، الجيم فاتح. المطر عامل شوية شغل حلوين بصراحة، المطر عامل شوية شغل حلوين. الحمد لله وصلنا الجيم، وتقريبا يعني الشمس اهي بدأت تطلع شوية. هنطلع نغير ان شاء الله ونبدأ نسخن. نبدأ تمرينتين للميدل ترابيزيوس واللور ترابيزيوس، اللي هو التي والفي. بعد كده هنبدأ ناخد تمرينتين كور أو 3 تمرينات كور، حاجات للتنشيط الكور. هناخد الكلام ده كله سوبر ست، يعني هناخد مجموعة في مجموعة في مجموعة ورا بعض من غير راحات، وهنريح. بعد كده ناخد مجموعة تانية سوبر ست، مجموعة في مجموعة في مجموعة برضه ورا بعض من غير راحات. ده بيوفر وقت في التسخين، وفي نفس الوقت بينشط الدورة الدموية بتاعتك، فبيخليك تحس إن، أو تخليك تبقى بنسبة كبيرة يعني مش محتاج إن أنت تعمل بايك أو تعمل تريدميل والحاجات دي كلها. يلا بينا نبدأ. ده اول تمرين هنبدأ بيه علشان نسخن الكتف والظهر. ميزة التمرين ده ان هو بيزود الفرد بتاع فقرات ظهرك، وبيساعدك انك تفرد ظهرك وتزود المرونة في المنطقة دي، بالاضافة انه بيزود مرونة الكتف بتاعك. ولو ما عندكش كورة زي دي في الجيم، ممكن تسند على البنش بتاع الشيست. وهنعمل التمرين ده 3 مجموعات 10 عدات. اهم حاجة انك تحس بالاسترتش او بالحركة في المنطقة دي بالظبط من الظهر. وتاني تمرين هنعمله هو تمرين السوبرمان. والتمرين ده كويس جدا عشان ثبات الكور بتاعك لو انت لسه مبتدئ. هنعمل كل جنب منهم، ممكن نبدأ ب10 ثواني، وممكن تثبت بعد كده ل15 ثانية أو ل20 ثانية. والتمرين ده ممكن يكون كويس ليك جدا لو انت عندك ألم في أسفل الظهر، أو لو تمارين البطن العادية زي الكرانشز بتسبب لك وجع في ظهرك من تحت. بعد كده هنخش على تمرين الديد بج. فكرة التمرين ده انك تبقى شادد بطنك كويس قوي، وضاغط بظهرك على الارض، ومش سايب اي مسافة بين ظهرك وبين الارض. وهنثبت في التمرين ده 10 ثواني برضو، وممكن نزود ل15 ثانية. ولو حابب تصعب التمرين ده، ممكن تبدأ تستخدم وزن تمسكه بايديك، او تستخدم استك مقاومة. بعد كده هتخش على تمرين الدبليو وانت نايم. التمرين ده قوي جدا في انه بيشغل لك كل عضلات لوح الكتف بتاعك، وبيسخن لك الروتيتور كاف بتاعتك. هنعمل منه 10 عدات او 12 عدة على قد ما تقدر. وبعد كده هنخش على طول في تمرين الفي. هنعمل ايدينا شكل حرف في، وهنبدأ نثبت
من 10 ل 15 عدة. وتمرينة الابر بادي بتاعتي بسيطة جدا وما فيهاش اي تعقيد. باخد تمرينتين للشيست، تمرينتين للكتف، تمرينتين للظهر، وبختم بتمرين الترباس. وبدأت التمرينة بالشيست بريس، وزي ما انت شايف انا بادئ بأقل من 50% من الوزن اللي انا بتمرن بيه قبل كده. كل ده عشان خاطر ارجع بأمان من غير ما اتصاب. وتاني تمرين للصدر هي تمرينة عزل بالكيبل. اهم حاجة تتأكد ان الكيبل وانت بتلعب بيه في خط واحد مع كتفك، لا فوق ولا تحت. وطبعا ميزة تمرينة عزل زي دي ان انا اقدر اوصل فيها للفشل العضلي بامان، على عكس البار او الدمبل. وبعد كده بدأت تمرينة الظهر بالسحب العالي. طبعا انا بحب استخدم الجريب دي في السحب العالي، وهنبقى نتكلم عليها ان شاء الله في فيديو تاني. وطبعا اضطريت ان انا اوطي الكرسي شوية عشان اقدر اجيب اقصى استطالة لعضلة اللاتسمس وانا بنزل بيها لتحت. دايما وانت بتلعب تمرين السحب العالي حاول تفكر انك بتجيب كوعك في جنبك، وحاول تعصر المجنص او اللاتسمس بتاعك قدر الامكان عشان تقدر تحقق من تمرين اقصى استفادة. وبعد كده دخلت على تمرين السحب الارضي، وزي ما انت شايف بحاول اوصل بكوعي لحد جنبي بس، وما حاولش ان انا الزق لوحين كتفي في بعض او اعمل سكابولار ريتراكشن. وده عشان خاطر اعزل اللاتسمس او اعزل المجنص بتاعي. بس ممكن تبدا تلزق لوحين كتفك في بعض لو انت هدفك ان انت تشغل الميد باك بتاعك او الرومبويدس والميدل ترابيزيس بتاعتك مع الكتف الخلفي. بعد كده دخلت على الشولدر بريس بالماشين، وبحاول اخلي الكرسي بتاعي اوطى حاجه ممكنه عشان خاطر اقدر اوصل لاقصى استطاله للعضله. طبعا انا استخدمت الماشين وما استخدمتش البار الحر عشان خاطر اقلل شويه اللود من على الكتف بتاعي، لان انا النهارده بدات بتمرينه شيست بالبار. طبعا تمرينة الشولدر بريس بالماشين بتركز اكتر على الانتيريور دلتويد او على العضلة الامامية بتاعة الكتف. لو انت عندك مشكلة في كتفك او انت بتحس بوجع وانت بتلعب تمارين الكتف، فالافضل انا ماسكها دي هتكون افضل ليك عشان تقدر تتمرن تمارين الكتف من غير ما تحس بوجع. وبعد كده دخلت على الكتف الجانبي وبلعب بالكيبل على طريق الدكتور اسلام ابو عوف. وبصراحة التمرينة دي هي اكتر تمرينة بتحسسني بالكتف الجانبي، بس اتمنى اكون بلعبها صح. وبعد كده ختمت اليوم بتمرينة الترباس. دايما بحب العب الترابيزيس وانا ساند بصدري كده على البنش، بحيث ان انا لما بميل بجذعي لقدام بقدر اجند كل الفايبرز بتاعت عضلة الترابيزيس معايا. وطبعا في تمرين زي ده حاول تستخدم وزن مناسب عشان تقدر تحس الكونتراكشن وتقدر توصل لاقصى مدى حركي ممكن توصل له. الحمد لله الشمس طلعت وخلصنا التمرينة، والحمد لله كانت تمرينة كويسة. احساس حلو ان انت تبقى قاطع تمرين بقالك فتره وبعد كده ترجع تتمرن تاني، فبتبقى بصراحه موضوع يعني نفسيا وذهنيا بتبقى فايق جدا ومركز وقادر تنتج. حابب بس قبل ما اختم الفيديو اتكلم بس كلمتين، او دردشه يعني بمعنى اصح. ليه الكتف اكتر مفصل بيتعرض للاصابه؟ ليه الكتف خصوصا وسط المبتدئين هو اكتر مفصل بيتعرض للاصابه؟ في 3 أو 4 أسباب أساسيين مش هنقدر نغفلهم، أو دول الأربع أسباب الأساسيين تقريبا اللي هم هتلاقيهم مشتركين في معظم إصابات الكتف. أول حاجة هو شدة التمرين بتاعك نفسه، أنت ممكن تكون بتتمرن بأوزان مش أوزانك. عايز ترفع اتقل وزن، ممكن تكون لسه جديد في الجيم وصاحبك مثلا بقاله فتره بيتمرن، فانت عايز ترفع اوزان زيه وتنافسات وحاجات من كده. فان انت تحط حمل تقيل قوي عليك انت مش قادر تتحكم فيه، ده بيبقى اكتر سبب من اسباب اصابه الكتف. حاجه تانية، شكل التمرين بتاعك، ومش بتكلم هنا عن الاداء في التمرين قد ما انا بتكلم على اختيارك للتمارين نفسها. في تمارين ممكن ما تكونش تنفع ليك لو انت لسه مبتدئ، حاجه زي المتوازي مثلا، حاجه زي العقله مثلا. تمارين محتاجه
قوة عضلية كبيرة، محتاجة كنترول كويس قوي على الكور بتاعك، محتاجة قوة في كتفك، وانت لسه كمبتدئ ما عندكش الاستعداد ده. او ممكن يكون في تمارين انت نفسك مش يعني ممكن تكون بتتمرن التمرين صح بوزن مناسب وكل حاجة، لكن التمرين كل مرة بيتعبك، فغالبا ممكن تكون انت تشريحيا او بدنيا مش جاهز لتمرين زي ده. تالت حاجة واهم حاجة هو حجم التدريبي او التمرينات اللي انت بتلعبها. تخيل مثلا كده انت بتلعب مثلا 5 اشكال للكتف، 5 اشكال للشيست، 5 اشكال للباك. كل شكل من دول الكتف شغال فيه بشكل اساسي او بشكل مساعد. فانت سي مثلا كل شكل من دول بتلعبه 3 مجموعات، يعني 15 مجموعة في التمرينة الواحدة. يعني لو الثلاث تمرينات يبقى 30، 45 تمرينة، 45 مجموعة على الكتف بس، سواء بشكل مباشر او بشكل غير مباشر. طبعا عضلات الكتف وعضلات خاصه الريتور كاف مش مؤهله ان هي تشيل الكم ده من التمارين. فدايما بص على الجدول التدريبي بتاعك، دايما بص على شكل التمرين بتاعك، دايما بص على توزيع التمرين بتاعك على مدار الاسبوع. بتفرق كتير جدا 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 في اصابات الكتف. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكون تجربه لذيذه يعني. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنسناش بقى لايك وسبسكرايب وشير، ونشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو الجاي.